صباح الخير عليكم جميعا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير باذن الله، كل سنه وانتم طيبين. النهارده جاي لكم فيديو جديد، ان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله. هنحضر غدانا كده مع بعض ان شاء رب العالمين. زي ما انتم شايفين الغدا القمر بتاعنا ده، غدانا هيكون سمك باذن الله وسلطة بابا غنوج. بصوا حاجة تانية بقى من أحب الأكلات، مش المحشي بس على فكرة، لا هو السمك بجد. السمك مع المحشي جنب، يعني بعد المحشي بإذن الله. من الاكلات المحببه جدا جدا. عندي انا بالذات بحب السمك جدا في الشتاء، بيبقى له طعم تاني غير اللي هو السمك بتاع الصيف بجد والله. يعني لو انت عايزه تجيبي سمك تحبي تجيبيه في الشتاء. رايكم الاول في الزرع بتاعي ده، ما شاء الله عليه تحفة. في اليوم ده بقى اللي انا قررت فيه هجيب سمك، الدنيا بقى فضلت تشتي من الفجر لحد الساعة 10، 10:30 كده. شتا، كان شتا موت، شتا كتير جدا جدا. بس برضه بالرغم من كده مفيش حاجة تحوشنا طبعا. رحت جبت سمك، وجبت سمك حلو جدا جدا، وجبت نوع جديد كده كده بإذن الله هتشوفوه معايا. شوفوا التملحة بتاعت القمر دي، تملحة حلوة قوي قوي. بتمنى منكم ما تنسوش ام وابويا من الدعاء ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه. ام وابويا وجماعه امواتنا ان شاء رب العالمين. وطبعا ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين وسوريا ولبنان واليمن وكل الدول العربيه، وربنا يحفظهم ويحفظ مصر ويحفظ كل الدول العربيه باذن الله. حبيت بقى النهارده نحضر السمك كده مع بعض ونشويه كده في الفرن البلدي على السطح مع الشتاء الجميل ده. وكان الجو هوا، بس تحس ان الدنيا لما شتت الجو تحس ان هو دفى بقى كده، بقى دافي شويه. ده النوع الجديد اللي اول مره، انا كنت بشوفه كتير قوي في السوق بس بجد اول مره اجيبه. هو عامل زي البوري كده بس صغير ورفيع كمان. بس حلو جدا، طلع طعمه حلو قوي في الاكل. ان جبتيه بقى خليكي شاطره زي كده وتعملي ايه بقى. إن لو انت هتشويه في البيت ما تعليش عليه النار وتحرقيه، خليه اصفر لونه مستكوي كده، يكون لونه ذهبي حلو، ما يكونش محروق يبقى لسه ينشف معاكي، لا. انا لما لو هتشويه بره قولوا له انا عايزه لونه يبقى لونه مستكاوي، هو يبقى فاهم بقى يعني يطلعه لك لونه اصفر. طبعا جبته وبقى كده، واول حاجه بلته في الرده اللي معايا دي. بصوا محاولة تجيبي، لو هتجيبي رده، لو انت هتشوي في البيت تبقى رده من اللي هي من الناس الفلاحين اللي في السوق، بلاش اللي هي بتاعه المقله دي، بتبقى ناعمه قوي، انما دي بتبقى خشنه. أنا جايباها من واحده فلاحه بصراحه. حلوه جدا جدا وريحتها حلوه، الرده نفسها ريحتها حلوه عشان ما تبوظلكيش سمك وكده. فالمهم بقى بدأت أشويه. طبعا كنت مولعة الفرن قبليها، بتسخن الفرن كويس، وكنت بشوي فيه أصلا بتنجان. كنا عاملين سلطة طبعا بابا غنوج. خلي بالك وانت بتشويه في البيت ما يتحرقش منك. يعني النار ما تبقاش عالية، وتحاولي تهدي عليه النار شوية كده، لان شوفوا اول ما دخلته الفرن بياخد لون معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. ما تغمقهوش اكتر من كده، لو غمقتيه هينشف ومش هتعرفي تاكلي منه اي حاجة. وبعد ما بتطلعيه بتسيبيه على الباب شوية كده يتلدن. كانت الله يرحمهم ألف رحمة تنزل عليها، كنت قلت سيبوا الحاجة على الباب الفرن كده تتلدن شوية، مش تطلعها من الفرن وتقوم منزلها في المية، لا على طول. والبتنجان بتاعنا في جنب اهو، شايفينه عايش حياته في الفرن في الدفء. ربنا يكفينا شر النار يا رب. ايه رأيكم في التملحة الجميلة دي؟ بصي التملحة في البيت حاجة تانية. تملحي بقى كده وتعصري بين كل طبقة أو طبقة شوية ليمون حلوين كده علشان يدوله طعم مزز كده وطعم حلو، وبصراحة كان طعمه تحفة. بتمنى النهاردة الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك واشتراك في القناة. وأشوفكم على خير في فيديو جديد، مع ألف سلامة وفي رعاية الله. مع السلامة.